تخيل تلاقي اكتر من 20 مليون دولار هتعمل بهم ايه؟ ابطالنا النهارده لقوهم، بس كان في قدامهم عقبات كتير جدا. وقبل ما نبدا بالفيديو حابب اقول لك كل سنه وانت طيب بحلول شهر رمضان الكريم. بسيبك مع الفيديو عشان ما نطولش. فيلمنا بيبدأ مع داني قائد فريق مكافحة المخدرات وهو قاعد مع رئيسه اللي بيسأله عملت ايه مع القاعك مع الفيدراليين. كل حاجة مشت تمام وساعتها داني بيحكي له، وبنرجع تاني عشان نشوفها بيقول له ايه، وبنشوف جاكي رئيسة الفريق وهي بتتكلم في التليفون مع واحدة وبتطمنها انها تحميها، بس فجأة تتعرض لاغتيال وبتحاول انها تطلب المساعدة وهي بتنقذ نفسها لكنها بتلحقش، فبتضطر ترمي تليفونها بعيد عشان خاطر محدش يعرف يجيبها ويشوف اللي جواه. وفي نفس الوقت خلاص بيدي امرها الامر الواقع وانها تموت، وفعلا بيجوا وبيخلصوا عليها الدم بارد. وبنرجع تاني لوقتنا الحاضر وبنشوف المحققين هم كانوا بيحققوا مع كل اللي موجودين وبيجيبوهم واحد واحد عشان يطلعوا منهم باي معلومه، بس ما بيلاقوش اي حد عارف اي حاجه، وبيحسوا ان وقتها اللي الكل كان بيحبها فعلا وما كانش حد خالص تكره لها الخير. وكلهم بيطلعوا بيخشوا على طول مايس اللي بيكون واضح عليه وعلى اسئلته معاهم ان في معرفه سابقه قويه بواحد منهم اللي بيكون اسمه بوستر. وبنلاقي مايس بيساله انتوا مش عارفين تلاقوا اللي خلص على الشرطيه؟ معقول؟ وبيبقى عاوز يلمح لهم انهم مش قد المكانه اللي هم فيها دلوقتي، وبيسالوا ازاي شرطيه تروح من وسطنا، انتوا مش عارفين تلاقوا المجرم؟ فبيرد عليه بوستون بيقول له اصل ممكن يكون المجرم واحد من الشرطيين، ممكن يكون انت يا سيدي من اللي عارف، ممكن يكون واحد منا او علينا، وبيكون عاوزين يلمحوا له بحاجه معينه. وساعتها بيشوف اللي ماس اتعصب جدا لدرجه ان هو خلع الجاكيت بتاعه وقعد معاهم، وبوستون بيقول له اسامي اللي تم التحقيق معاهم من ضمنهم اسم دامي القائد بتاعه، وبوستون مش بيديله التحيه ويفكروا اللي هو خد الترقيه منه. فبيرد عليه مايس وبيقول له هو يستحقها، اللي هو خدها بجداره زي ما ناس كتير خدتها، وبيقول له برضه صديقتك اللي هي خدتها عن جداره وانت عارف بكده. وبيكون اصلا ماس الصديق المقرب لجيك لما بيحكي للمحقق اللي معاه بوس، وبنعرف ان داني شخص مكافح وهو عارف كويس ان هو يستحق الترقيه اكتر منهم. وبيكمل بوس نساله وبيقول له انت كنت قريب من جاكي، كان في علاقه بينكم عشان انت بتدافع عنها كتير ده كله. فبيستغرب ماس وبيساله انتوا بجد فاكرين ان جاكي كانت بتوسه؟ يبقوا غلابه لو فاكرين انها تستاهل يتخلص عليها. فبيصر بوستن عليها على اسئلته. بنرجع بالزمن وبنكتشف ان فعلا كان ما بينهم علاقه، وبيقول لبوستن ما تكدبش، كلنا عارفين ان دافعك عنها بشكل شخصي مش اكتر، امال السلاحين اللي معاك دول واحد ليك والتاني لمين طيب؟ وفجاه بيحصل ما بينهم معركه شديده جدا يا صديقي، وبيكون نازلين فيها تخبيط وكل بيخش ساعتها يحوش على النهب. وبنشوف على طول اللي ميس داخل على الحمام وبيروح وراه على طول داين وبيساله ايه اخبار اخوك عصبي كده ليه النهارده؟ فبيشرح له ميس ان هو ما بقاش اخوه من ساعه ما بقى عميل فيدرالي، وان المنصب غيره جدا واكل عقله. تخيل ان هو شك في جاكي كانت شرطيه فاسده، وكده كده الجنازه بتاعتها هيتعمل والعالم كله هينسى وحقها مش هيجي، ده ما كانوش هيشيلوها هي القضيه علشان قضيه الفساد اللي هي اتورطت مع العصابه زي العادي يعني. وقتها دايم بيقول له انا زهقت من الحياه والايام بقت بتجري بيا ومستني بس اليوم اللي هيبقى فيه هنا شرطه اساسي. وحتى هو كمان بيرد عليه وبيقول له باين ان ده مش عاجبه، وبيفكر لازم تعمل زي ما جاكي عملت وبتقول دايما ان لازم كل يوم تصحى عشان تستنى تشوف الشمس الجديده وما تفكرش في اللي بعدين عادي كده. ولما دايم كان بيقول له بيضحك وبيقول له ما كانت برضه بتؤمن بالسحر وكانت مصيبه، كانت بتؤمن بالارواح والعفاريت. وبيخلصوا كلامهم وبيخرجوا وبيتجمعوا سوا مع باقي الفريق وبيتفرجوا على سباق العربيات اللي هم عاملينه في الساحه الانتظار، وبيتكلموا سوا ازاي فريق مكافحه ومش معاه فلوس ولا اغنياء. فهموني انتوا فاكرين ان يعني لو القرار اللي احنا بنسيطر عليها ديت الفيدراليين بيكرمونا بسببها هيكون فلوسنا بتروح فين؟ ما اكيد هم اللي بيسرقوها. طبعا المره الجايه لما يجي وقر فلوس او ممنوعات يا ريت تعرفوني اول واحد ومحدش يبلغ الشرطه بقى. ولسه ما كملوش كلام بيجي على طول رساله لداين بمكان وقر جديد في مدينه اليالا، وبيكون وقر في مبالغ ضخمه كبيره من الارباح والممنوعات. وبيقفل الرساله ويبص على صوره ابنه في التليفون وبيخرج ويفضل يبص على اللي بره. وكانوا وقتها قاعدين يهزروا ويضحكوا ولا بالهم اي حاجه. فبيقوم جاي مره واحده داخل عليهم بيقول لهم في مهمه جديده اتبعتت لي ومعنونها معايا، ورغم ان مورك كانت مش موافقه على الموضوع ده انها تشتغل وقت اجازتها، وخصوصا انه مش بيخش دخل اضافي لهم، لكن دايما بيبقى مصمم انهم لازم يروحوا، وبيبلغ انه كده كده خلاص وافق، يعني لو ما جوش هيبلغ بتقصيرهم للاداره. كده زميلهم جون بيبقى متضايق جدا من اللي بيحصل، وبنشوف على طول اللي هو راح بكسر سرعته وبينزل وبيخش على البيت ده، رغم ان البيت بيبان عليه اللي هو مهجور، لكنهم متاكدين ان دي مجرد جذبه والكلب بيروح يعمل حمام هناك. فبيقولوا اكيد في فلوس كتير هنا، معرفش يا صاحبي هو الكلب دوت ماله، يا ريت كان كل الكلاب كده كان زمان جبت ياما. وبيروحوا يخبطوا فعلا على البيت، وفي بنت بتطلع لهم وبيقول لها احنا شرطه وجايين عشان نفتش البيت. فبتقول لهم انتوا معاكم اذن؟ قام قال لها لا دي مجرد روتين عادي، احنا جالنا طلب تفتيش يعني ينفع توافقي او لا؟ وبيقول لها في حاله اللي انت ما وافقتيش هيبدا الشكوك
تبان حواليكِ، فأحسن لِك تسيبيهم يخشوا. وفعلًا بتوافق بس بشرط إنهم ما يبقوش زي الشرطيين المعجرفين، فبيقرروا ياخدوها على قد عقلها وبيخشوا، بتتصدم من عجرفتهم فعلًا وبتكون خايفة منهم جدًا، وبنشوف اللي هم دخلوا على طول، وبيبدأوا اللي هم يخشوا على طول على جوّه، وبيبدأوا اللي هم يدوروا، والبيت أصلًا لوحده بيكون متبهدل جدًا، وتقريبًا ما فيش حاجة في مكانها خالص، وبيبدأوا يفتشوا في كل ركن وبيسألوا عن المكان اللي مخبية فيه الفلوس. وقتها بتتوتر وبتفهمهم إنها محتاجة منهم إذن تفتيش، فماس بيفهمها إنهم مش محتاجين خالص لأن ده مش سباق، ده أكيد مبرر. وبنشوف اللي هم سابوا الكلب وراح قاعد يهوهو عند الباب ده، وبيكون متعلق في السقف بيقول لها أنت عندك باب سري، فما بتكونش عارفة. أول ما بينزلوه بيطلعوا فوق بيشوفوا ان المكان نضيف جدا وغريب عن البيت كله، فبيسألوها بيقول لها ايه المكان ده نضيف؟ قام قال لهم ما اعرفش، انا بقالي شهرين بس موجوده في المكان. بيقول له خلاص. وبنشوف مره واحده اللي هم شافوا سلك ممدود من قلب الحيطه، فبيروح عشان يشدوه، بيفضلوا يشدوا فيه، ومره واحده الشباك ده بيتفتح وبيكون شباك صغير جدا، وبيبصوا جوه بيلاقوا برادل كتير وما بيعرفوش ايه اللي جواها، فبينزلوا بيطلعوا التيم بتاعهم عشان يكسروه فعلا، وبينزلوا يقعدوا معاها وبيحققوا معاها. وقتها بتقول لهم ان كل الشرطيين نفس النظرات بالظبط، دايما بيحسسونا ان احنا دايما غلط وهم اللي صح، وبتعرفهم انها في البيت ده بقالها شهرين، وبتأكد لهم انها ما تعرفش اي حاجه من اللي فوق، وبتلمح لهم ان الكلب اللي معاهم قوي جدا وبيشم ريحه الفلوس، واكيد بيكونوا عارفين اللي هي بتلعب عليهم. فدام بيقول لها ما تستهتريش بتفكيرنا، ما تتكلميش كده وقولي لنا انت عايشه في بلد كولومبي، بلد الممنوعات، وكمان عندك اوضه سريه. وبتوضح لهم ان مش كل الكولومبيين حاجه واحده، فبتطلبوا منها تتوقف عن الحكمه والموعظه دلوقتي بقى لانها متهمه، لكنها بتوصل لهم فكره انها مش متهمه ولا حاجه، ودي بجدتي ولسه يمشي باسمها ولا ملكيتها. فبيهنيها داني لانها فاهمه كويس قوي هي بتعمل ايه، وبيسالها مين اللي مديكي معلومات القانون ومفهمك قوي الموضوع بالشكل ده عشان تبقى مطمنه كده. فبترد عليه وبتشرح له، وهي بتتنهد والحكمه والموعظه هم اللي هيدفعوا لي رهن البيت بدل ما يروح مني ويعيشوني عيشه هنيه وحلوه. وكمان بنلاحظ انها فعلا تقصد اشخاص من كولومبيا اللي مورطينها في الفلوس والممنوعات دي، واثناء كلامهم بتاخد بالها من حروف مكتوبه على ايد داني، فبتساله بتقول له ايه اللي مكتوب على ايدك ده؟ فبيرد عليها وبيريحها وبيقول لها اللي على ايدي اليمين مكتوب الاختيار، واللي على ايدي التانيه هنفضل كده للابد. واثناء كلامهم بيندهوا عليه بقيه الفرقه بيبلغوهم انهم وصلوا للجراكن اللي كانوا جوه، وفعلا بيكونوا لقوا الصناديق وطلعوا قدامه صندوق منهم، وبيكون الصناديق يا صديقي مليانه دولارات كتير جدا. وداني بيطلع صندوق وبيفتحه وبيلاقي فيه حوالي عن 1,400,000 دولار، ما بيكونوش عارفين يعملوا ايه في كل الفلوس دي، وبيطلب منهم انهم يسيبوه هو ومايس وينزلوا. وقبل ما ينزلوا بيطلب من كل واحد فيهم تليفونه، ولما بيسالوه انت مش واثق فينا بيبلغهم انه واثق فيهم بجد بس مش واثق في تليفوناتهم، ويبقى خايف يكونوا متراقبين وضروري يلحق بيهم، خصوصا ان المبلغ ده كبير جدا واول مره يصدروه داخل المكافحه. وللاسف البلاغ اللي جاي كان مكتوب فيه 300,000 دولار بس، في الحياه دي هيوقعوا نفسهم في مصيبه كبيره جدا واسئله كتيره لو بلغوا الشرطه بالمبلغ اللي عندهم. ومايس بيحاول يقنعهم انهم مش هينفع يعدوا المبلغ ده هنا ولازم يسلموه للوحده الاول، لكن داين بيبقى ليه راي تاني خالص، وهو انهم لازم يتبعوا التعليمات ويعرفوا المبلغ ده بالظبط ويعدوه بالورق، عشان اي حاجه هيقولوها وما كانتش حقيقيه هيروحوا 60,000 داهيه. بس لما مناقشتهم مع بعض بيدخل مونيكا وبتطلب من داني تليفونها علشان تطمن على بنتها، لكن بيرفض مع انها بتحلف له وبتفكره انها طلعت بسبب قوانين شغلها الغريب دي، لكنه بيفضل مصمم على الرفض، ويفضل ماشي ورا رايه ومصمم لهم ما يشاركوش اي حد حتى اخوه. وساعتها الشك بيوضح لهم اللي هم بيعملوه، وكانوا خايفين لو ودوهم في داهيه ولازم يتصرفوا قبل ما يحصل اكتر من اللي هم خايفين منه. ولسه ما كملش كلامه بنتفاجئ كلنا ان جون بيبلغهم ان في عربيه شرطه بره، فبيخرج مايس وداني بسرعه عليهم، وبيكون الاثنين الشرطيين عنيدين جدا. وبنلاحظ الكلام ده لما داني بيطلب منهم انهم يطفوا النور بتاعهم، بيفضلوا مشغلونه كتير جدا بالرغم انهم عارفين ان ابطالنا فرقه مكافحه الممنوعات، وبيمنعوهم يعرفوا مين اللي موجود جوه، لان ببساطه دي شرطه دوريات مالهاش علاقه بفرقه المكافحه او حتى المكاتب الفيدراليه. ولما مايس بيشبه على واحد فيهم بيقول له ايه ده انا عارفك، وبيبص للتاني برضه بيقول له انت كمان انا عارفك، فقرروا يمشوا وقتها فورا. بعد ما مشوا بيحكي المايس ان واحد منهم كان بيشوفه دايما بالحانه، وبنعرف انهم تبع شرطه فيكال وسمعتهم مش نضيفه خالص. وللاسف ابطالنا بيتوقعوا ان الشرطه على علم بدي في فلوس، وبيبقى لسه واقفين مكانهم، ولما بيبصوا على العربيه وبيقرروا يبقوا عشان يجهزوا نفسهم. في الوقت ده باقي الفريق بنشوفه وهم بيقلبوا صناديق الفلوس، واللي ساكنه في البيت بتبقى متضايقه جدا انهم مكتفينها، وجون بيعبر لهم اللي هو متضايق من تصرفات داين وبيلمح انه شاكك فيه. بس مونيكا وزميلتهم التانية بيفهموه ان جاكي لو كانت عايشه لسه كان برضه يتصرف نفس التصرف حفظا على سلامتهم وعلى حقهم مش اكتر. وقتها بقى
بيرجع داني هو وميس وبيعتذر لمونيكا عشان مش عاوز يديها تليفونها، وبيأكد لها انه مش شاكك فيها بس لازم تسمع كلامه عشان مصلحتهم كلهم. والحقيقه مونيكا بتبقى متفاهمه جدا هما بيمروا بظروف ايه، وبترد عليه وبتقول له تمام يا ريس ولا يهمك انا مقدره. اللي مش مقدره بقى هو جو بيبقى لسه تليفون وبيخرج بره وبيبعت رساله بان الفلوس ازيد من اتبلغ بيها، وهو شاكك في القائد والفريق اللي معاه وما بيبقاش واضح له جون بيعمل كده ليه، وبيقول وعشان ممكن يقسم الفلوس مع الشرطه الفاسده واللي هو فعلا مش عاوز يشيل مسؤوليته اللي هنعرفه بعدين. فبيكون داين قاعد مع صاحبه البيت اللي بتحكي له ان بعت لها رساله من شخص مجهول ومكالمات بترد عليها من اشخاص مجهولين هما اللي بيدلوها على الخطوات اللي المفروض تعملها، ومن ضمن الخطوات دي انهم مأكدين عليها اللي الشرطه لما تيجي تسويهم ياخدوا الفلوس بيبقى دايم مستغرب جدا من اللي بيشوفه في ملفها الشخصي. بيتفاجئ انها مرشده، لكن بعد كده طبعا الملف بتاعها تمام يعني هي كانت شرطيه هم ما عادوش معترفين بيها كواحده من فرقتهم. وقتها بتحكي له انها ارشدت على حبيبها القديم لانه كان بيبيع مخدرات وبيسرق ومدمن كمان، فقررت انها تبلغ عنه وتخلص الكل من شره. بس بعد ما حست الموضوع بالنسبه لها مش لطيف خالص فقررت تبطل ترشد تاني. واثناء كلامهم بيجي تليفون فبيرد عليه ماس، واللي كان بيتكلم لعب بصوته بيقول لهم خدوا ال 150,000 دولار وامشوا خلال نص ساعه. فبيقوم قافل معاه وبيروح وبيبلغه ان قدامهم بس 30 دقيقه ويمشوا. واخد داني وبيتكلم على انفراد وبيساله بعتاب انت قلت لي المبلغ 300,000 وهو جاي لك 150,000 بس، فبقى يتهمه انه مشكوك فيه وبيساله انت فاكرني ممكن نسرق فلوس؟ فبيستغرب داين جدا وبيرد عليه نفس السؤال يعني انا اللي ممكن اسرقها انت بتلمح ليه بالظبط؟ بوقتها بيجابوا ماس بانه بيعمل تصرفات غريبه جدا من بدايه اليوم ومن ساعه ما جاله البلاغ، فبيوقف عن الكلام وبيفكر انه القائد لازم يسمع كلامه وكل ده وصاحبه البيت بتسمع كلام بره وخناقتهم مع بعض. وقتها ماس بيفضل يلح عليه وعاوز يوريله الرساله بتاعه البلاغ عشان يعرف ان كان في اي حاجه ولا لا، ورغم كده دايم بيرفض اللي هو بيقوله وبيقول له لا كده كتير جدا انه بقى مصمم على كل ده. وفي النهايه دايم بيبلغه انها مش معاه وتليفونه، فبيسيبوا ماس وبيخرج بيعرفوا هيبلغ الرائج وزي ما تيجي تيجي. ويفضل دايم واقف لوحده وبيفكر وقتها وبيفتح تليفونه وبيبص للرساله اللي بتطلع معاه، وفعلا بيفتكر وقتها جاكي عم تخلص عليها وكان كمان دمها وبيبقى في حاجه غريبه فعلا مش مفهومه. اما بقى مونيكا واللي معاها بيعدوا رزم الفلوس وقتها بيشوفوا هما بيعدوا يدوي مش بمكنه، واثناء ما بيعملوا كده مونيكا بتبص لرزم الفلوس وبتقول ده ممكن يغير حياتي ده ممكن يغير حياتي انا، وبتبدا تلمع عينيهم كلهم. من ناحيه تانية مات بيتكلم فعلا مع ايفل وبيحكي له على اللي حصل وبيساله عن داين، فبيرد القائد وبيحكي له ان من وقت اللي حصل لجاكي وعاوز يجيب حقها باي طريقه، وبيسال ماس هو ازاي ساكت كده وشايف انه قريب قوي من جاك، وفكروا ان هو وجاك كان ما بينهم علاقه في السر بس الكل كان عارف، وده يدوس في تفكيره انه ممكن يكون تاني اساسا ما بقاش صاحب ولا حاجه واحتمال كان متعلق بجاكي، ولما عرف معلومات الوقر قرر يتخلص منها وبيكمل. اما بالنسبه له انتقم منك من بدري لما خد الترقيه بدالك، فبيحس مات ان صاحبه بيظلم وبيدافع عنه وقتها، وكيفن بيشرح له ان داني مفلس حاليا ومحتاج فلوس عشان يعالج ابنه لانه ما تعرفش بالكامل. وقبل ما يقفل معاه بيقول انا هكلم بوستن اخويا، وقتها بيمنعه وبيفهمه ان الفيدراليين ما ينفعش يدخلوا في المشاكل اللي زي دي. والصدمه بقى ان في نفس الوقت ده وبيكون دايم مع البنات وبيفتحهم ان عاوزهم في موضوع، وصاحبه البيت بره بتسمع تلطيش من الكلام ده ان عاوز الفلوس ولازما ياخدها كلها. ومن بعيد بيكون جون واقف وقلقان جدا وبيحس بخطوات حد بتقرب منه لكنه بيطلع ميس، فجون بيقول له ركز كده معايا على الضوء اللي بيشتغل واطفي هناك ده، وبيشاور عليه وبيعرفوا انه قلقان جدا بسببها. ولما بيقرب ميس بيكتشف انها شفره ومش اي شفره، فيتبلغ بوجودهم في وقر الممنوعات وبيقرر يقرب من المكان. اما جول فبيشوف ان الرساله بتاعته ترد عليها بانهم جايين في الطريق ليه، واول ما بيدخل البيت السكنه بتبلغه باللي سمعته وان ده هيسرق الفلوس، وبتحكي له كل حاجه لحد ما داني بيقاطعهم. فبيغير جو الموضوع وبيقول له ان ميس راح لبيت بعيد كان بيعمل اشاره بالضوء وكده وبيديه بتكون شفره وما بيكونش ده مصدق، فبيقول له تعالى وريني. وبيخرجوا من هنا فعلا وبيجي تليفون للبنات بيهددهم ان بقى 10 دقايق وهيبداوا يخلصوا عليهم واحد ورا التاني. وعلى الجانب التاني بيبقى جو ماشي عشان يدل دين على مكان ميس، واثناء ما هو ماشي بنشوف مره واحده اللي دين واقف وقام جاي قايل له انت مرشد علينا. في الاول بيحس ان هو بيخوفه لكن دان بيفضل ساكت ونظراته اللي بتاكد كلامه وبيرد عليه اللي هو يرجع البيت ويساعد البنات. وبالله على طول اللي هو خد بعضه وكان ماشي، وبيرجع جوني يبص تاني اول ما بيحس ان داني بيتحرك يقوم جاي مطلع تليفونه وبيبعت رساله انهم خلاص هيسرقوا الفلوس دلوقتي، وبيطلب منهم اللي هم يسرقوا نفسهم حبه. وبيرجع على البيت وصاحبه البيت بتساله عملت ايه وتترجى له هو يفكها ويسيبها تهرب او يقبضوا عليها وتبقى في السجن اهون
بيستغرب من اللي بيحصل فيها ده، لكنه بيسيبها ويخش البنات، والبنات بتكون قافله على نفسهم ومنكبتهم بتفتح له الباب. اول ما بيخش بيرد عليهم اللي هو يساعدهم، لكنهم بيرفضوا وبيقولوا له احنا مش محتاجين مساعدتك، احنا مرتبين الوظائف علينا. على طول بنشوف اللي داين دخل من غير ما، فبيسالوا جون عن مكانه، فلما بيرد عليهم بيقول لهم انهم انفصل عنهم، يعني ما بقاش واحد من العمليه دي، وبيقترح يكلموه في اللاسلكي، ولسه دان هيقول لا، فجاه بنلاقي الكهرباء بتفصل عن المكان والرصاص بيرشق في كل حته في المكان، ويفضلوا يضربوا بعض حبه ومفيش حد بينهض على التاني. وبالله مره واحده الليمونه كسبت في رجليها وبتحاول زميلتها تساعدها، وداين وجون بيحاولوا اللي هم يتوه اللي يعمل كده، بيفضلوا في مضاربه طويله وبيفضلوا يضربوا على بعض نار كتير جدا. وبنشوف اللي هم ركبوا العربيه ديت وهربوا بيها، وعلى طول بنشوف اللي في واحد طالع من ورا، والراجل ده صاحب البيت اللي كان فيه النور، وبيرفعوا عليه السلاح وخلاص كانوا هيموتوه، لكن بيطلع مايس وراه وبيأكد لهم انه مش عدو، وبيخليهم يكلموا اصحاب الفلوس الاصليين، وبيبلغوا داين اللي هم ما يعملوش اي حاجه ولا لهم علاقه اساسا بتبادل الرصاص اللي انت عملتوه الوقت ده. وبيوصف لهم اللي بيعمل كده كانها لعبه شطرنج، والفائز بيبقى كيش ملك، وانهم مش عاوزين يأذوا اي حد خالص. ساعتها بيسالوا مايس مين اللي خلص على جاكي، وقتها جون بينتبه له جدا عشان يسمع الرد، وبيرجع تاني هو وديمو ومايس البنات، وبيكونوا لسه اول ما بيعرفوا ان العصابه الاصليه مش عاوزين الفلوس اساسا، يقترح ان هم يسلموا المبلغ اللي جه في البلاغ الرسمي للفيدراليين والباقي ياخدوه لهم. فبيسمع مايس الكلام وبيتضايق جدا، وبيسالهم مين صاحب الفكره ديت، ولما بيسكتوا كلهم دايما بيفكروا ان هو مش القائد، وبيتفاجئوا انه هو عارف المخطط كويس وان مفيش اي بلاغ جاله. هو كان عارف اخر عمليه جاكي داخله عليها، ولما لقى ان مفيش حد عارف عنها اي حاجه قال يمثل ان في بلاغ عشان يجي ويسرق الفلوس. بس مرات بنشوف اللي داين هو اللي بيتهمه، وبيفكروا مع الوقت زور الشيطان اللي هو يعرفهم، وكل حاجه اختفت عم غاب عنهم 30 دقيقه. ولما ظهر كان معاه واحد من العصابه، فبيتعصب ميس وبيعلي صوته وبيقول لهم اسمعوا الكلام عشان تبقوا عارفين. لما احنا وقفنا قدام الزعيم وهو كان بيحقق في حوار جاكي واتكلم باللغه بتاعته الكولومبيه، وبعدها ترجم كلامه بانهم شاكين في واحد منهم اللي خلص عليها، واحد من منظمتهم بالذات كمان، وماس بيوجه له تهمه انه خلص عليها وبيطلب منه يقول الصراحه. ولما ده ما بيردش بيفسر ان ليه هو بيكره ضابط الشرطه، وان عمرك ما كنت ضابط اصلا، والاتنين بيهجموا على بعض وقتها وبيفضلوا يخبطوا في بعض وما بيكونوش راحمين بعض حرفيا يا صديقي، والبنات بتخش عشان تحوش وبتشيلهم بعافيه. وكان جون واقف وبيخرج على طول عشان يروح الحمام ويبعت رساله او يعمل مكالمه، لكنه بيصطدم ان التليفون اصلا مش معاه، فبيصطدم. وكيفن بيبدا يحكي له ان دان اتقلب على نفسه اصلا، وبيساله لو جايب معاه، ان هو ما جابش معاه حاجه، بس في نفس الوقت ده بيطمنوا انهم هيهاجموا فورا. وبالنسبه لجون فلما يفقد الامل انه يلاقي حل بيقرر على طول اللي هو يولع في المكان، وبيعمل كده فعلا في الاوضه اللي فيها الفلوس، وبيخرجوا بسرعه وبيلاقوا كيفن بينصحهم دايما يشيلوا الفلوس في المدرعه بسرعه وهو هيركب ويحصلهم، لكن ميس بيوقفوا ويبلغوا ان هو مش هيروح في حته وخلاص انتهى امره، ما بقاش القائد. والكل بنشوفه هو بيركب وبيسيبوا البنات وهم قاعدين على الارض، ومعاهم صاحبه البيت واقفين لوحدهم على اساس انهم رايحين المركز. وفي طريق دان بيطلع المسدس بتاعه وبيقول عشان لو بس هتعرضنا لاي حاجه ادافع بيه عن نفسي. فلما بيعمل كده بيقوم جاي على طول اللي قصاده مطلع السلاح بتاعه بيقول نفس النظام. ده الظابط بيسالهم بيقول لهم انتوا بتعملوا ايه بالفلوس، وبيسالوا دان لو الرائد عارف. ساعتها جون بيقاطع وبيقول له هو انتوا خلاص جبتوا اخركم، قام بيتاكد ان هو مرشد. ولما بيطالبوا وبيسالوا نفس السؤال بيتشجع وبيشتموا. بنفاجئ ان دان بيحكي وكان بيتكلم قدام صاحبه السكن بصوت عالي عشان تستمع له للكلام اللي هو عايز يسمحه لها، والباقي تسيبه عشانهم. وفعلا بيفضلوا يتكلموا هو البنات، والبنات بيقول على كل حاجه معاهم. وبعدها على طول الصوت بنشوف اللي هو اختفى، ما عادش بان اصلا ليها تاني. وكان كمان عارف اللي هتقول له على كل حاجه لانها وثقت فيه لما كانت شايفاه وهو بينقل الاخبار. وتقدر طول الوقت انت ازاي عرفت ان المبلغ 150,000؟ فبيرد وبيقول له انت اللي كنت قايل. وبالصدم ان ماس بيفكروا ان دان ما قالش المبلغ ده اصلا، وانا سمعته من اللي بيهددوه في التليفون. وبيكمل دان انه قال لكل واحد فيه مبلغ مختلف، وبنعرف ان جون هو اللي اتصل بيهم وهددهم بانهم يسيبوا الفلوس. فبيسالوه ازاي هيعمل ده وانا لا معاه لا سلك ولا تليفون، فبيصدموا ماس بموبايله اللي معاه. واخيرا بنكتشف ان ابطالنا الفتره اللي فاتت دي كلها كانوا عاملين خطه علشان يوقعوا جون، ويعملوا تمثيليه انهم بيتخانقوا عشان يعرفوا يسرقوا الموبايل منه. وبيكمل داني باقي الكلام وانت كنت طول الفتره دي تكذب زيي عشان تسرق انت كمان الفلوس، اصل انت كذاب زي ما انا كذاب بالظبط. وانت عارف ان حتى ماس بيكذب علينا. وبنرجع تاني بالوقت وبنلاقي واقف مع ماس لما كان بيدور عليه، وقتها عرفوا الحقيقه لان ما جالوش اي بلاغ ولا حاجه، والمكان الوقر ده جاي من جاك بعتته له في الرساله. وبنعرف ان هو الشخص اللي كانت حريصه انها ترسل له، عشان كده بعدها رمت التليفون على طول. ووقتها شرح لماس انه هيعمل كل ده علشان يوقع اللي سرقوا منه بالطريقه انه يطمعهم ويحسسهم ان الفلوس ريتها سهله. بيبلغوا ساعتها ان جون من ضمنهم، وفي الحاضر بقى
بيبدأ الاتهامات بتوجه للرائد نفسه وبيسألوه ماس ليه ما جبتش المدرعة معاك أو حد جبت الفرد الطوارئ، وبيشك اللي بيسوق المدرعة أصلا فرد شرطة فاسد اللي شافوه وبيدوهم آخر فرصة عشان يعترفوا مين فيهم يحب يبقى يسرق الفلوس دي، لأن كيفن كل اللي حواليه مجرد شكوك مش أكتر. فبيطلب جون تليفونه ويفتح مكبر الصوت ويطلب اللي هو يرن على آخر رقم كان بيرن عليه، وبيمر لحظة صمت رهيبة. جاهز الظابط أسلحته وبيصدم إن التليفون كيفن هو اللي بيرن، وفي سنة العربية كلها بتتقلب بيهم بالضرب والمبادلة لحد ما يقدر يسيطر على الموضوع ويطلب من السواق اللي هو جاله يشيل قصة السواق يسوق هو مكانه، وفعلا بيطلع. وفي عز اللي هم فيه كله بيسأل ماس عن مين اللي خلص على جاكي، فبيحاول كيفن يدبسها لجون، لكن جون بيدافع عن نفسه وإن مش هو اللي هيعمل كده. وللأسف فعلا بيبقوا الاتنين اللي كانوا بيطاردوها لأنها خلاص كانت بتكشف أمرهم وبتكون هتخلص عليهم، بس بيسمع الصوت تليفون بيرن. فماس بيقول لكيفن أفضل حاجة رد، وفعلا بيرد وبيفتح مكبر الصوت، وبنتفاجئ إن بطلنا متفق مع أفراد الأمن الفيدراليين مديهم اللوكيشن لأنه كان استغل اللحظة الضلمة طريق وبعت لهم، وفي الوقت بيبلغهم من حواليهم، وبيتضح إنه بيبقى بوستن أخوه وبيقف يهددهم إنهم يسلموا نفسهم لأنهم محاصرين. وقتها كيفن بيقول عادي جدا الحكاية هتبان كأننا الضباط الشرفاء اللي إحنا خدنا الفلوس من العصابة ورجعناها لميامي مدينتنا من تاني، ويفضل يحكي في مخطط وهم في دماغه. وأثناء اللي بيحصل ده جون بيطلع السلاح من جنبه، وأول ما ماس بيبلغ كيفن إنه على الهوا مباشرة يعني الفيدراليين كلهم سامعينه، وبيهجم جون وبيصوب ناحيته ضربات السلاح اللي معاه. اللي بيحصل ده بيخليه يقدر يهرب من الأمن ووراه ماس، وماس بياخد عربية أخوه اللي واقفة وبيطلع يجري وراه، واحد بياخدها وبيحصل ما بينهم مطاردة. وأخيرا كل واحد في أبطالنا بيمسك اللي كان بيطارده، من ناحية ماس بيقبض على كيفن ومن الناحية التانية دان بيقبض على جون، وفضلوا سايبينهم لحظات مستنيين الطلعة هتيجي فين عشان يحسوا باللي حصل في جاكي. وبالنسبة لكيفن بيحاول يلهي ماس في أي حاجة عشان يصاب عليه الرصاص، بس مات بيكون أسرع منه وبيخلص عليه. والصدمة إن الشنط اللي كانت معاهم ما فيهاش فلوس أصلا. جون طب يقبض عليه عادي، والبنات بقى هم اللي كان معاهم الفلوس اللي في الصناديق وماشيين بيها ولكن أي حاجة حصلت، وبيسلموها خلاص لوحدة المكافحة، وبتطلع معاهم 20 مليون وفكة ويفضلوا يعدوا فيهم. وصاحبة البيت بتاخد مكافأة عشان كانت متعاونة معاهم، وأثناء ما بيتفقوا صاحبة البيت بتروح عشان تشكره، وبنعرف إن هي اللي جاكي كانت بتكلمها في التليفون وتطلب منها تحميها وبتطمنها إنها تفضل جنبها، وداني جالها مخصوص زي ما جاكي طلبت منه. غير بقى إن ابن دان اللي في الصورة دايما في تليفونه توفى بسبب مرض السرطان، وجاكي كانت قريبة منه بسبب اهتمامها بابنه مش اكتر. في النهايه الفيلم بيخلص وبنشوف ابطالنا هم قاعدين قصاد الشروق مش مصدقين ان جه اليوم وطبقوا كلام جاكي، وللصدفه الطفله اللي كانت بتلعب قدامهم ما بتنادي عليها باسم جاكي. وبس كده فيلمنا خلص. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والاشتراك الجميل، تقول لنا رايك في التعليقات، واشوفك الفيديو الجاي وسلام.